ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل سلطة البابا غنوج بطريقة هتعشقوها. انا عايزة اقول لكم ان انا اصلا مش بحبها. بصوا، مش قادرة ابطل اكل فيها من جمالها. بصوا، هنجيب البتنجان كده الرومي، هنقطعه بالطول وهنبتدي نعمل فيه شرط كده عكس بعضها زي ما احنا شايفين في الفيديو. تمام. عندنا بقى جريلا او طاسة تيفال عادية، هنمسحها بالزيت كده وهتسخن قوي، تبقى سخنه قوي. نحط عليها، نرص عليها البتنجان بتاعنا بالشكل الجميل ده. هنشويه في الطاسه، احلى حاجه. ولا فرن بقى ولا على البوتاجاز ويبوظ البوتاجاز ولا اي حاجه. هتاكلوا احلى بتنجان مشوي في سلطه البابا غنوج عالميه. بصوا بقى، انا بس بحط نقطه زيت كده على كل بتنجانيه. انا بعلي التست معايا والطعم. كل شويه بقى اديها تقليبه كده، والنار لسه عاليه عندي جدا. هبتدي بقى هدي النار واغطيها بفويل علشان البتنجان يستوي معايا ويطرى من جوه. دلوقتي استوى اهو، اتشوى وبقى جاهز وجميل. هنبتدي بقى نحط تاني نقطة زيت. عندنا بقى فلفل شطة، عندنا او فلفل اخضر رومي، عندنا فلفل اصفر واحمر الوان، هنشويهم ودول هيعلوا لي التيست جامد جدا. بديهم بقى تقليبه برضو كده على نار عاليه، وبديهم نقطه زيت كمان. احلى فلفل مشوي برضو نفس الكلام، هنهدي النار ونغطيهم. بصوا بقى، بمنتهى السهوله بمعلقه على طول بنشيل قلب البتنجان من قلب القشره بتاعته في منتهى السهوله. هنجمعه بقى كله كده، قلب البتنجان كله مع بعضه بالشكل ده. عندنا بقى توم، هنفرمه في الكبة. عندنا بقى بعد التوم، انا شلت التوم وحطيت وراه على طول الفلفل المشوي، هديله ضربة كده حلوة. هنحضر بقى صوص الطحينة. عندنا طحينة خام، هنحط عليها التوم بتاعنا وهنحط عليها خل. انا زودت التوم فيها زيادة على اساس ان هو يبقى للبتنجان بالمرة. هنحط بقى، هندوبها بمية، وبتبقى سلطة طحينة تقيلة مش خفيفة. تمام، هي كده جاهزة معايا. هبتدي بقى انزل بقلب البتنجان. وهننزل عليه بالفلفل المشوي اللي احنا ضربناه في الكب. هندي بقى رشة كمون، رشة فلفل اسود، عصير ليمون، وطبعا الملح. وبندوق بقى ونظبط الحياء بتاعنا زي ما احنا حابين. انا استعملت فلفل شطة اخضر فما حطيتش شطة. اللي عايز يعلي الشطة اوكي يرش شطة. هنديهم بقى تقليبة حلوة كده مع بعض. بجد هتعشقوه. هندي بقى رشة بقدونس ونقلبه ونشوف لو احتاج بقدونس تاني هنحط له. انا احتاج بقدونس عادي فحطيت بقى ايه البقدونس. هندي بقى زيت. انا نزلت ببقيه البقدونس على انه كان هو محتاج شويه بقدونس كمان. وكده بقى جاهز تحفه، تقدموه وتاكلوه بالالف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه، ونتقابل في وصفه